صباح الخير، صباحكم يا رب كده مشرق بنور الليل. يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. اخيرا النهارده هعمل المحشي. انا جايباه من يوم الخميس والنهارده اتنين. فهعمله بقى النهارده ان شاء الله. يا رب كده يكون الفيديو حلو ان شاء الله وبسيط كده. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم كل جديد. حضرت اسلحتي الاول قبل ما افتح معاكم الكاميرا. الغلاي حطيت فيه ميه سخنه. اول حاجه هعملها كده هسلق الكرنب ومطلعه عريسه الشطه والصلصه. الصلصه طبعا اليومين دول يعني موجوده في كل بيت. يعني بحب استخدمها قوي مع الطماطم. اضرب طماطم واحط معلقه صلصه يعني بتعزز اللون. يلا بقى نشوف الكرنب من يوم الخميس لحد دلوقتي اللي جراله ابو 5 جنيه ده. شايفين يعني؟ بصي دول كده الاصفر طلعتهم طبعا من الكيسه بتاعتهم خالص. هنا باسكت، اصل في حد بيقول لي انت كل حاجه بترميها. هنا باسكت برمي فيه، وهنا الادراج اهيت بحط فيه الحاجات وباخد منها، والدرج اللي تحت فيه الفوط بتاعه المطبخ. علشان كل حاجه هنا بتلاقوني برميها. في حد لقيته بيقول لي انت كل حاجه في الجنب هنا باسكت، الفوط اي حاجه بتطلعها من هنا، فهنا في دراج يعني في الجنب ده كده. ماشي، شايفين الكرنبه ما شاء الله عليهم اهم، يعني محافظين الحمد لله. ودي كمان يعني مفيش غير دي اللي الورق اللي من بره اصفر بس. يلا بينا كده. اول حاجه اقطع الكرنب. هو مجرد ان الكرنب خلاص بتقطعيه وبتسلقيه بحس ان كل حاجه خلاص كده ان خلصت. هبدا كده يعني هي الكرنبه هحطها مره واحده، مش هقطعها ولا حاجه. بس اهم حاجه شايفين من هنا كده الجزئيه دي هتحط السكينه كده اهي كده، وهتلفيها داير ما يدور كده بقى. بصي ما بياخدش معاكي ثواني في السلق. ابداي قوريها بقى كده بالشكل ده. بحطها بقى كلها بس الاول بس كده، وبسقطها بقى كلها مره واحده. يلا بينا تعالوا نقرب كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. الحله بعد ما غلت حطيت معلقه من الملح ومعلقه من الكمون، وهنزل بالكرنب كده على وشها، وبعد كده هقلبها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هتفك من بعضها وبالشوكه كده هبدا اطلعها واحطها في ميه. بحب اغسل الكرنب بعد ما بسلقه. حلو كده. كنت جايبه خضار بقى وكمان كنت جايبه فطار، لان كنا بدري النور هنا هيقطع، فيعني بيقطع عندي الساعه 12، فعاوزه اخلص بدري علشان قبل النور ما يقطع. بقول لكم هنا جايبه بتنجان كمان، هو مش للنهارده خالص، بس يعني بما اني جايبه حاجات من السوق بالمره. حلو كده. خلاص بقى هاخد بقى كيلو من الطماطم. جايبه 3 كيلو هغسلهم كلهم، وهاخد كيلو بس. كمان في صلصة زي ما قلت لكم في اول الفيديو. الصلصة دي مش بقطعها خالص، معلقة كده بتحطيها على اي، يعني لو طماطمتين لو هتعملي حاجة بسيطة بتعزز اللون وبتخلي لونها احمر وحلو. هضرب بصلتين كبار واربع فصوص من الثوم. ويلا بينا كده على البوتاجاز. حطيت زيت، يعني ما بحبش هنا احط سمنة خالص. السمنة بحطها لما الصلصة بتتسبك. بحط معلقة كده سمنة بلدي. اول ما البصلة بتصفر هي والثوم بنزل على طول بمعلقة الصلصة والطماطم كمان. شايفين ورقة الكرنب؟ والله العظيم ولا مقطع ولا كان فيه اي حاجة. هضرب بقى الطماطم هنا في نفس مكان ما كنت ضاربه البصل. هنزل بقى بمعلقة الصلصة، وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي. مش هحط البهارات ولا الملح ولا اي حاجة دلوقتي. لما تتسبك خالص وتنطر قدامها كده هنزل بالبهارات. شايفين؟ ما اخدتش ثواني، يعني يا دوبك سلقت الكرنب كانت اتسبكت. معلقه بقى هريسه شطه بتعزز اللون وبتخليها حلوه قوي. عاوزاه حار او بارد يعني براحتك. هحط معلقتين من الملح، معلقه من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. ده انا حاطه جزء وهحط كمان جزء تاني، يعني معلقه صغيره كمان من كل حاجه على الرز. شايفين لون الصلصه عمل ازاي؟ اتسبكت وبقت زي الفل. هنقطع بقى الكرنب بتاعنا. هنمشي واحده واحده كده ان شاء الله هتخلصي على طول. يعني بقول لك انا واخداها بصي ورا بعض وجري جري جري علشان النور اللي معلمنا الادب ده الحق اخلص قبل ما النور يقطع والدنيا تضلم بقى مش هعرف اصور معاكم حاجه. سبحان الله، يا دوبك خلصت والنور قطع. يعني كنت هبدا اقعد بقى كده والف المحشي، ببص لقيت النور قطع. الحمد لله. اول ما تبدأي بس كده سمي الله وان شاء الله كل امورك ربنا هييسرها.
يلا كده بقى ايه بنقطع الكرنب ازاي؟ شايفين بمسكها كده اهي، يعني العروق دي ببدأ اقطعها وهتقطعها على البلانشة كده. سهلة جدا مفيش اي حاجة. هوريكي كمان واحدة من قريب. شايفة يعني العروق بس اللي بقطعها، وببدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين. باخدها بقى لا بالسكينة، انا بوريكي دي بس كده، لكن بالسكينة بتبدأي تقطعيها لو عندك وقت، لكن هنا انا بوريكم مش هقطع كده علشان النور زي ما قلت لكم. هبدأ بعد كده لو حد من الولاد بقى فاضي، لكن هم دلوقتي في امتحانات، ربنا ينجحهم. ما تنسوش كده دعوة لولادنا وولاد المسلمين كلهم يا رب، وما يضيعش تعبهم، ولا هم ولا بتوع الثانوية العامة. سنة بجد الثانوية العامة، ربنا يعني الحمد لله كانت عندنا السنة اللي فاتت، ربنا يا رب كده يفرح قلوبهم كلهم. غسلت الرز وحطيت عليه الكزبره والشبت، ما بحطش بقدونس. ونزلت بقى بالصلصه بتاعتي الحلوه دي كده، هقلبها، وزي ما قلت لكم بحط نص البهارات والنص التاني بحطها على الرز. معلقه الصلصه شلتها، عاوزاها دلوقتي العروق بقى بتاعت الخضره بحطها، والعروق كمان بتاعت الكرنب. شايفين بمسكها كده بقطعها، يعني ان شاء الله عمر ما يتحرق. يعني اول طبقه دي كنا على طول نقوله اول طبقه يعني بتتلسع مننا، استحاله تتلسع منك، بتكون حلوه قوي. يعني الاخر واحد صبع ما مش بيجرى له حاجه. شايفين بقى اللفه الحلوه دي؟ شايفين الصبع؟ يعني زي ما بعمل كده، ما تحطيش رز كتير قوي ولفيه، هيتلف معاكي على طول، وفي ثواني هتكوني مخلصة. مش هفضل واقفة طبعا كل ده، لا باخدها وبقعد في الارض بقى. رجلي توجعني بصراحة لو فضلت كل ده. كان عندي فراخ في الفريزر، تربية بيتي دي. يعني بصي الرجول مش باكل، يعني انا بحب رجول الفراخ بس اللي متربية في البيت، لكن اللي بشتريها من بره ولا الدماغ ولا الرجول. يعني الحمد لله كانت عندي في الفريزر مغسولة، شطفتها بس وحطيتها، وحطيت البهارات بتاعتها زي ما انتم شايفين. هنا سلمى قالت لي ماما صورك، قلت لها تعالي يا حبيبتي صوريني. كان النور قاطع بقى وانا قاعده في الارض في الوقت ده. شايفين بقى الرصه والحله؟ ما شاء الله. الثلاث كرومبات اخدت الحله دي اكبر يعني مقاس في الطقم بتاع الحلل. كنت مخلصاهم، يعني النور قطع بدأت فيه، يعني خلصت الحمد لله. اول ما النور جه كنت مخلصه. هولع عليه بقى. يعني اليوم كده بصي كان هادي، اخده واحده واحده كده على مهلي، ما فيش صربعه. يعني يوم المحشي ده بيكون صربعه كله، لا عشان بدأ بدري، خلصت بدري وولعت عليه وتشرب مع نفسه كده. ويعني احنا اتغدينا المغرب، بس كنت براحتي بقى. كنت في فيديو تاني منتجته وسجلته ونزلته كمان، وبعد كده اتغدينا كان المغرب بيأذن. الفلفل كمان زي ما انتم شايفين هحشيه واولع عليه. بحب الفلفلايه الكبيره دي، ما بحبش انا الفلفل الصغير ده، بحس ان مش بيبقى فيه رز. لا الفلفلايه الكبيره دي بتبقى ماليه كده مركزها، بتبقى حلوه قوي. دول بقى شويه الرز اللي اتبقوا مني، والله ايدي ميزان يعني الحمد لله. سمي الله زي ما قلت لك، ان شاء الله كل حاجه ربنا هييسره لك. آه بعمل فيها ايه بقى؟ باخد العروق البيضة وبقطعها زي ما انتوا شفتوا كده، وشوية شطة حلوين كده. يا سلام، ده انا ريقي جرى دلوقتي. ويعني لو لسه بدري او في وقت، او بعمل مثلا وهفطر قبل ما الف ولا حاجه، بقوم جايه عاملاهم كده وفتره بيهم قبل ما الف. باخد شويه وشويه عروق كده وبعمل. ايوه بقى، ما انا ليا حق اتدلع بصراحه. شايفين يعني الصوابع عامله ازاي، والحله كمان مرصوصه رصه ما شاء الله عليهم. هنا سلمى بتقولي ماما ما تقلبيها، هي متماسكه والله، لو قلبتها على الصينيه كانت هتطلع زي ما هي. قلت لها هيبرد يا سلمى كله، يعني مش عاوزه افضيه كله. هم دول اللي فضيتهم، يعني اللي حطيتهم في الطبق التقديم. هم دول اللي اتغدينا، واتبقى كمان طبق حلو كده. بقية الحلة دي كلها ان شاء الله لتاني يوم هتفضل. ده كان غداهم، واتبقى فراخ وكده يعني، فان شاء الله يقضوا تاني يوم. يعني كفاية عليا النهاردة، تعبت كده. والفلفل كمان، شوية الصلصة اللي اتبقوا باخدهم احطهم على الفلفل بعد ما بيستوي، بيدي طعم كده للفلفل من بره ولون حلو كمان. دي بقى كانت طريقتي في الصينية بتاعت التقديم دي، بيكون شكلها حلو. هرص بقى عليها الفراخ، مش عاوزه ترصي الفراخ براحتك خالص، بس يعني هم اولادي احنا متعودين. ماما ربنا يديها الصحه كانت بتعمل لنا كده، تحط المحشي على الصينيه ونتجمع كلنا على الصينيه. كانت ايام جميله. ربنا يديهم الصحه يا رب، هم البركه في البيت فعلا، ربنا يبارك لنا فيهم. شايفين بقى المحشي ما بيتاكلش غير سخن، مش بفضيه كده غير لما كلهم يكونوا متجمعين. بصوا من قريب
للاسف هنا الكاميرا فعلا ظالمه اللون، صدقوني كده والله كان احمر اكتر من كده، بس هنا باين كمان ان هو احمر. يعني شايفين بقى مفلفل ازاي؟ الميه مظبوطه قوي. زي ما عملت كده اخر صبع، مش بخلي فيه يعني الميه مش بتوصل لاخر صبع. الناس اللي متابعيني عارفين ان بعمل كده. اخر صبع ده ما تخليش الميه توصل له خالص. الصبع اللي تحت اللي قبليه يا دوبك كده، مش بيكون كمان واصل لفوق. ان شاء الله يكون مستوي ويطلع مظبوط معاكي. والفلفل. وده كان يومنا. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير. مع الف سلامه.